لعنة جوتمان. بيلا جوتمان لاعب كرة قدم ومدرب مجري، استلم دفة نادي بنفيكا البرتغالي سنة 1959. جوتمان غير 20 لاعب بأول صيفية لما استلم بنفيكا. جوتمان قدر يقود بنفيكا للقبين دوري أبطال 1961 و 1962 وينهي سيطرة ريال مدريد. الجميع اعتقد انه نحن داخلين على فترة سيطرة بنفيكا، لكن إدارة بنفيكا كان لها رأي آخر. جوتمان طالب بإدارة النادي بمكافأة، بزودة راتب، بتحسينات مادية، لكن إدارة النادي رفضت ونسبت الإنجازات حصرا للاعبين. جوتمان بيقول لإدارة النادي هو ظاهر من مكتبهم بنفيكا مش رح يحصل على أي لقب أوروبي لو بعد 100 سنة. بالفعل بنفيكا من عام 1962 ما حصد ولا لقب أوروبي رغم وصوله ل8 نهائيات مختلفة، فيها 5 نهائي دوري الأبطال و3 من نهائيات كأس الاتحاد الأوروبي. هل يا ترى هي لعنة جوتمان أم هي سوء حظ وجودة لاعبين فرق الخصم كانت عم تكون أفضل؟